ايضا ايهاب المصري خلال ساعات، مهاجم المقاولون العرب خلال ساعات سينتقل الى النادي الاهلي رسميا. مع الهاتف كابتن محمد شيحه وكيل اعمال اللاعب ايهاب المصري مهاجم المقاولون العرب. كابتن شيحه مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا محمد؟ وحشني. اهلا بيك. هل بالفعل ايهاب المصري خلال ساعات في النادي الاهلي او سيرتدي القميص الاحمر؟ والله يعني المفاوضات يعني دخلت مرحله جاده جدا، يعني يمكن مهندس عادل القيعي التقى بالمسؤولين في نادي المقاولين منذ ساعات، وايهاب يعني متعاقد مع نادي المقاولين ولن يستطيع ابداء رغبته. طبعا الامر في ايد نادي المقاولين، واللي اعرفه ان نادي المقاولين يعني حتى الان متمسك بايهاب وباسم علي والحملاوي، يعني لغايه دلوقتي ما اخذوش قرار في ان هم يتركوا لعيبه. لكن اقدر اقول لحضرتك ان المفاوضات يعني بقت بشكل علني خلاص. يعني النادي الاهلي طلب اللعيبه رسمي، طلب الثلاثه. طلب الثلاثه رسمي. طبعا في صعوبه ان نادي المقاولين يستغنى عن الثلاثه، يعني فكان اقربهم ايهاب، على اعتبار ان ايهاب برضه السنه اللي فاتت الاهلي والزمالك كانوا طالعين طالبينه وكده، ونادي المقاولين تمسك باستمرار ايهاب وجددوا له عقده. نادي المقاولين برضه بيحاول السنه دي برضه انه يعني يزيد من القيمه الماديه في عقد ايهاب. يعني الامور كلها تتضح خلال ساعات زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد. انما ايهاب حاليا هو الاقرب للانتقال للاهلي ولا الثلاثه ممكن ينتقلوا للاهلي؟ لا اعتقد لو نادي المقاولين هيسيب، ودي نسبه لن تتعدى ال 20%، هيبقى ايهاب المصري هو اللي هيمشي. ايهاب المصري فقط. يعني نقدر نقول ان خلال ساعات في الاهلي ولا لا يا شيحه؟ عشان بس نقدر نقول بناء على موافقه مجلس اداره نادي المقاولين. ما هو في النهايه طبعا اي حاجه بموافقه مجلس الاداره، لكن انت في المطبخ وعارف يعني انا بقول لحضرتك بنسبه 20%. وبعدين كفرها يا شيحه انك تشتغل مع النادي الاهلي، انت عارف انت يعني والله احنا لازم يعني تمثال للاستاذ محمد عبد الوهاب، يعني هو صاحب الفضل في الموضوع ده. كنت دايما بتشكو من الحكايه دي. والله لا يعني كل الناس كويسه. طيب ماشي يا شيحه، انا بشكرك جدا على التوضيحات اللي انت قلتها لنا. عندي خبر بيقول ان كابتن عبد الظاهر السقا لاعب نادي